وزامبيا. الكشف عن هذه القائمة كان خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وروبورتاج النشرة يأخذنا إلى مدينة آزرو تحديدا بمركب الصناعة التقليدية، حيث تبدع أيادي الصناع التقليديين تحفا ومنحوتات خشبية متقنة. مهارة وحرفية عالية تحول الخشب إلى مجسمات وأشكال هندسية مختلفة. مرحبا بكم من جديد. ينعقد يومه الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعين مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن أحداث رسم شبه ضريبي يسمى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس. وحسب البلاغ سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. المساعدات المغربية الإضافية الموجهة لساكنة غزة بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من معاناتهم جراء الأحوال الكارثية وتفشي المجاعة بالقطاع المحاصر. وبفضل الدفعة الثانية من المساعدات تم إعادة تشغيل المخابز والتكايا. هذه مراسلة لصبحي أبو زيد. استمرار المبادرات الإنسانية المغربية في العطاء خفف من الآلام والجوع الذي نخر أمعاء النازحين في غزة منذ ما يقارب العامين. ومن قلب المعاناة وتحت وطأة الحصار عادت المخابز لتعمل من جديد ولتملأ الأجواء برائحة الخبز الطازج، فيما أعادت التكايا للبيوت الدافئة معنى التكامل والتكافل. ووصلت الطرود الغذائية إلى خيام النزوح لتوزع بعزة وكرامة على العائلات التي أنهكها الجوع والحرمان. جئنا هنا اليوم لنقوم بتوزيع المكرمة الملكية السامية من جلالة الملك محمد السادس على النازحين في مخيمات النزوح. هذه هي المرة الثانية التي نأتي فيها خلال هذه الفترة البسيطة إلى مخيمات النزوح في مدينة غزة، حيث تأوي مزيد من النازحين القادمين من الشمال. تأتي جميع هذه الخطوات تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، الذي يتابع شخصيا جهود كسر الحصار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة الأسر الهشة والأطفال، ليترجم التضامن المغربي من الكلمات إلى الأفعال. نشكر المغرب والرئيس محمد السادس على اللي بعت لنا السلة الغذائية هذه، وبارك الله فيهم، وإن شاء الله يا رب من كمان وكمان ومزيد يا رب. وقد صنع هذا الجهد الإنساني النبيل غير المسبوق الفرح في قلوب الغزيين الذين عبروا بامتنان عن تقديرهم لمواقف المغرب ملكا وشعبا، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين في أصعب الظروف يرسخ معاني الأخوة الحقيقية والمشهود لها على مر التاريخ. بشكر دولة المغرب وجهودها القيمة اللي بذلت كل هذا من شان تسعد الأطفال وتشبعها، ونتمنى مزيد من هذا السلة الغذائية. بنشكر جلالة الملك محمد السادس نصر الله، وبنشكر دولة المغرب على هذه السلة الغذائية، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. باسم القيادة الفلسطينية نتوجه بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة على هذا جسر المحبة والوفاء مما قاموا بإرساله إلى إخواننا ولشعبنا المكلوم في قطاع غزة، واللي قدر بالتعاون المشترك والمتابعة الحثيثة من جلالة الملك شخصيا وفخامة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية من إيصال هذه المساعدات لأكثر من 11,000 أسرة. إنها رسالة أمل من المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن التضامن لا يعرف حدودا، وأن الفرح يمكن أن يولد من بين الركام حين تمتد الأيادي الصادقة بالعطاء والسخاء لقضية شعب هي في قلوب المغاربة في أرجاء المعمورة. للقناة الأولى صبحي أبو زيد، فلسطين.
وعلاقة بالقضية الفلسطينية، كثف الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء عملياته عند أطراف مدينة غزة التي يسعى لإخلائها من سكانها، في الوقت الذي طالبت فيه الدولة العبرية بسحب تقرير للخبراء حول المجاعة في القطاع. وقال الجيش إن إخلاء المدينة وهي الأكبر في القطاع أمر لا مفر منه، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق خطة للسيطرة عليها. وطالبت إسرائيل بسحب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلنت المنظمة الدولية على إثر حالة المجاعة في غزة نهاية الأسبوع الماضي. قتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم جوي روسي واسع على كييف ليلة الأربعاء الخميس بحسب السلطات الأوكرانية، بينما اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تفضل الصواريخ على التفاوض لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام. ويأتي الهجوم في وقت تتعثر الجهود الدبلوماسية الأخيرة للتوصل إلى تسوية للحرب، خصوصا عقب اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناظره الروسي فلاديمير بوتين. بسوريا قتل 6 جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي السوري الذي أعلن عن غارات جديدة مساء أمس الأربعاء. وكشف مصدر في وزارة الدفاع عن 3 غارات جديدة مع سماع أصوات طيران حربي. ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. ووطنيا، أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان زوال يوم أمس الأربعاء شخصا يبلغ من العمر 32 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال. وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد أقدم رفقة شخص آخر على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة بركان، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضاف أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أنه يشتبه في تورطه في ارتكاب عمليتين مماثلتين للسرقة بكل من مدينتي زايو ووجدة. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي. في الشأن الفلاحي، سهول الغرب من أهم الأحواض الفلاحية